صباح الخيرات والجمجميات. في الحلقتين اللي فاتوا شفنا ازاي الفلوس ابتدت وشفنا ازاي البنوك نشأت في العالم. ولو ما شفتش الحلقتين دول ارجع شوفهم، هتلاقي كلام ما سمعتوش قبل كده. النهارده هنتكلم عن مصر، وطالما هنتكلم عن مصر الموضوع هيبقى مختلف تماما. اهلا بيكم الجمجميات. قبل ما كلمة بنك تدخل على القاموس المصري ولحد أواخر القرن ال19 كان الناس بيتعاملوا بالذهب والفضة زي ما قلنا قبل كده، لكن طبعا السرقة كانت موجودة منذ بدء الخليقة، وبالتالي وجود الذهب والفضة في البيوت كان فيه خطورة كبيرة جدا. بالظبط زي ما النهاردة ناس كتير بيخافوا يشيلوا مبالغ كبيرة في البيت وبيجروا يحطوهم في البنك. وهنا ظهر أول شكل للبنك، والشكل ده كان الصاغة. يعني تقدر تقول إن فكرة البنك بدايتها في مصر كانت لما سايغ قال سيب لي دهبك وأنا أضمنه. كان الناس بيسيبوا الذهب والفضة عند السايغ، ياخدوا ورقة، والورقة دي كانت زي شيك لحامله بلغة النهاردة. اللي معاه الورقة دي يبقى هو ملك الذهب اللي عند السايغ. وفضلت الناس تحط ذهب وتاخد ورق، تحط ذهب وتاخد ورق، وبقوا بيدفعوا لبعض بالورق ده بدل ما يرجعوا للسايغ ياخدوا الذهب في كل مرة. ومن هنا بدأ مفهوم الفلوس الورقية يبقى موجود عند الناس من قبل ما يبقى فيه فلوس ورقية في مصر بشكل رسمي. يعني السايغ هو أول بنك، ومحل الصاغة هو أول بنك عرفته مصر. وعلى فكرة المفهوم ده لسه موجود لحد النهاردة عند بعض السياح، لكن بقى اسمه الرهن. وطبعا النهاردة محدش ممكن يدفع حاجة بإيصال رهن، لكن الفكرة واحدة. يلا نطلع لقدام شوية. في القرن ال19 وصلنا لعصر محمد علي. هو حاول يبني اقتصاد حديث ويدخل أنظمة مالية متطورة، لكن مفيش بنوك حقيقية تم تأسيسها في عهده. ومع كده نقدر نقول إن دوره كان تمهيدي ومهم جدا جدا لمرحلة وجود البنوك. قبل نهاية القرن ال19 كانت البنوك بدأت تظهر في مصر، لكن كانت إما مجرد فرع البنك أجنبي زي البنك العثماني مثلا، اللي بالمناسبة رغم إن اسمه العثماني لكن كان برأس مال بريطاني فرنسي، أو مؤسسات متخصصة غير شاملة زي البنك العقاري المصري اللي كان بيشتغل في القروض العقارية والرهن فقط. يعني تقدر تقول إننا كنا بنشوف لمحات من كلمة بنك لحد ما جت سنة 1898 وتأسس البنك الأهلي المصري. طبعا اسمه يديلك إيحاء إنه من وقتها كان بنك وطني وإنه كان بنك أهل مصر، لكن الحقيقة كان برؤوس أموال بريطانية، لا كان أهلي ولا مصري. يعني لا العثماني كان عثماني ولا الأهلي المصري كان أهلي مصري. وقت تأسيس البنك الأهلي المصري برؤوس أموال بريطانية، مصر كانت تحت الاحتلال الإنجليزي ببساطة لأنه كان بيقوم بدور البنك المركزي بكل صور، حتى في طباعة العملة، وطبعا بيدير الشؤون المالية وبينظم الائتمان إلى آخر تفاصيل المنظومة المصرفية، لحد ما ظهر على المسرح المصرفي نجم جديد، مفكر واقتصادي مصري قرر يغير قواعد اللعبة، وده كان العظيم طلعت حرب. في سنة 1920 أسس أول بنك مصري برأس مال 100%، بنك مصر. ومش هتصدقوا كانت إيه العقبة اللي قدام نجاح المشروع. العقبة كانت عدم ثقة المصريين في بنك مصري مش بنك تحت إدارة الأجانب. واضح إن عقدة الخواجة دي كانت معانا من زمان قوي. طلعت حرب ما وقفش عند البنك، ده خلاه إمبراطورية اقتصادية متكاملة، وأسس شركات تابعة للبنك، والشركات دي دخلت في مجال التصنيع والنسيج والطيران، حتى السينما والفن دخل فيه. ما خلاش حاجة. العظيم طلعت حرب كان بيبني اقتصاد متكامل. وفي سنة 1960 وبقرار التأميم التاريخي اللي اتخذه الرئيس جمال عبد الناصر، الدولة أممت البنوك. البنك الأهلي المصري اللي اتأسس سنة 1898 بقى أهلي ومصري بجد بعد 62 سنة، بقى فعلا هرم رابع. وبعدها وصلنا لمرحلة الانفتاح في فترة حكم الرئيس السادات، ورجعت البنوك الأجنبية لكن بشرط وجود شريك مصري. وبعدها لازم كنا ننفتح على العالم أكتر وأكتر زي ما ابتداها السادات. فعشان كده
رجعت البنوك الأجنبية بدون شريك مصري أصلا، لكن بأدوات كاملة في إيد الاقتصاد المصري وعلشان تخدم المجتمع المصري. وده كله حصل في عهد الرئيس مبارك. من وصف الصاغة يضمن الاحتفاظ بالذهب لكيانات عملاقة بتمثل أعمدة بتدعم الاقتصاد وبتأثر فيه. هي دي حكاية البنوك في مصر، بين مين يحكم ومين أهل للثقة. سلام عليكم.